تاني يوم شين بيرص البضاعة في الرفوف بتاعة السوبر ماركت وبيبيع للشخص ده، وشكله كده بقى متمرس في الشغلانة. بعد كده بيتكلم مع سكوتو وبيقول له يا اسطى امبارح انت كنت فاجر جدا لما طلعت روح العصابة، وشكرا ليك جدا انك انقذتني، بس انا عايز اعرف انت ايه اللي ما خلاكش تقتل حد فيهم. فبيقول له مالكش دعوة. مين بقى بيكون سامع الكلام ده؟ مرات سكوتو اللي بالمناسبة بيكون اسمها اوي، اللي بتقول له هو انت قتلت حد؟ انت رجعت للقتل من جديد؟ فبيقول لها لا شين بيقول له انت ما قتلتش ازاي؟ ده انت كنت فاجر امبارح وطلعت ميتين ابوهم كلها. فبيقول له خلاص. فمراته بتقول له انت عارف انت لو رجعت للقتل من جديد ايه اللي هيحصل لك؟ صح؟ هو بينصدم. هي بتقول له هنتطلق، انت فاهم ولا لا؟ بينصدم ويقول لها انسي، انا مش هعمل اي حاجه، انا خاتم في صباعك. فبتقول له كويس جدا انك فهمت. شين بيقول له انا شكلي عكيت. فبيقول له اسكت والا هموتك. فبيتخيل ان هو قتله يا معلم. فبيقول له بتتخيل انك بتقتلني؟ انا عايز افهم علشان عايز اقتلك من الاخر. وبعد كده بيروح الحي كاتسين علشان يشتروا شويه بضاعه للسوبر ماركت. ساكاموتو بيقول له دوت الحي اللي انا باجي اشتري منه البضاعه على طول يا شين، بس هم جايين هنا غصب عنهم علشان اوي هي اللي اجبرتهم يروح يجيبوا البضاعه. شين بيقول له احنا قطعنا مسافه كبيره جدا، ما احنا كنا ممكن نشتري المنتجات ديت من اي مصنع او اي مكان تاني. فبيقول له انا جيت هنا علشان اشتري الحاجه دي من هنا علشان هي رخيصه وعليهم خصم 50%. وهما بيدردشوا مع بعض كده، ساعتها في بنت بتنط من المبنى دوت وبتنزل على ساكاموتو وبتكون بوظت له الزبده اللي هو كان جايبها. شين بيقول له ده باظت خالص ومش هتنفع. وبنعرف بقى ان البنت ديت اللي نطت من المبنى ديت اسمها لو، وفي اشخاص بيجروا وراها، والشخص دوت بيقول لها احنا هنفضل نضرب فيكي وساعتها انت مش هتقدري انك تهربي مننا تاني. وبنعرف بقى ان البنت ديت اسمها لو، وهي بتقول لهم انتم مش هتعرفوا تمسوا شعره واحده مني لانكم اصلا ضعفاء وجبناء، انتم بتحاولوا تتكاتروا عليا صح؟ وانا مش ههرب منكم على فكره. شين بيقول له سكوتو ما تقوم يا عم تدمرهم. فبيقول له انا لازم ادمرهم، انا كده مش هعرف اطبخ لبنتي. الشخص ده بيهجم على لو ولكن هي بتضربه، التاني بيهجم عليها ولكن برضه بتديله بالرجل، بتجيبه على الارض. هي متعلمه فنون قتاليه، التلاته دول بيتلموا عليها، الاول بيهجم عليها ولكن هي بتفلت، والتاني بيهجم عليها فبتضربه، التالت بيجي من وراها علشان يغفلها ولكن هي بتشيله وترميه لسه هتهرب، الا ان التالت بيتكيف والاتنين اللي ضربتهم بيقوموا. الشخص ده بيكون ماسك سكينه وبيكون خلاص على وشك يخلص عليها، ولكن ساكاموتو بيبقى في السكينه وبيكسرها، وفي لمح البصر بيديله بنيه بتجيبه على الارض. والتاني شين يتولى امره، التالت بيطلع مسدس ويكون خلاص هيهجم على لو ولكن هي بتظهر قدامه وبتبعد عنه المسدس وبتديله واحده في بطنه بتجيبه على الارض. شين بيقول من البنت ديت سكوتو لسه زعلان. لما بيشوف العصابه بتخش عليهم ساكاموتو بيشوف الموضوع كده بجد، فبيشيل له والاتنين بيجروا، والتلات اشخاص دول عمالين يهجموا عليهم بالرصاص، ولكن ساكاموتو يتصدى ليهم. هو تخين بس نينجا وقاتل. في الاخر هما بيتعبوا. بعد كده بنروح لاحد المباني وبنسمع شخص بيقول هي البنت فين؟ فالشخص ده بيقول له هي هربت، بس ما تقلقش يا زعيم، رجالتنا بيجروا وراها واكيد هيجيبوها لغايه عندك. انتوا قتلتوا العيله بتاعتها بالكامل، ناقص بنت واحده مش عارفين تقتلوها. فبيقولوا طب احنا هنعمل ايه؟ هي هربت مننا، مش في ايدينا حاجه نعملها. بيقول لهم انتوا مالكوش اي فايده، وبيفضل يضرب في العصابه بتاعته. وبنعرف بقى ان الشخص دوت هو انغ رئيس دونشوكي، هنفهم قدامي عن ايه. وبيقول له انت لازم تجيب لي رقبتها، فاهم ولا لا؟ فبيقول له تمام، ولكن مفاجاه في حد بيطير له دماغه. كل اللي موجودين صدموا، انت بتعمل ايه هنا؟ بيمسك دماغه اللي قطعها، والغريب ان الشخص اللي دماغه مقطوعه دوت يا صديقي بيبدا ان هو يتكلم، ولكن بيقول له اقفل بقك خالص يخرس. اخوه التاني بيخش عليه بيقول له كفايه قتل في الناس دول، مش لعبه، فاهم ولا لا؟ انت مش جوه لعبه. والزعيم بقى اللي هو في الوقت دوت بدا يقول دول مجانين. وبعد كده بيقول لهم انا عايزكم تروحوا تجيبوا لي البنت ديت، وهي معاها مفتاح انا عايزه منها مهما كلفكم الامر، وانا لو خدت المفتاح ده ساعتها هقدر ان انا اسيطر على السوق السوداء بتاعه الصين بالكامل. هتقدروا انكم تقتلوها وتجيبوا لي المفتاح؟ فهم بيقولوا ما تقلقش، اللي هيقف قدامنا احنا هنقتله. بعد كده بنروح للثلاثه اللي بيكونوا بيتنططوا فوق السطوح بتاعه البيوت، وبنعرف بقى ان عيله لو ديت من اكبر 3 عائلات في الصين بالكامل. شين بيقول لها على فكره العيله بتاعتك ديت مشهوره، فبتقول وطي صوتك، وعلى فكره العصابه ديت بتجري ورايا علشان تاخد من المفتاح دوت، والمفتاح ده بتاع الخزنه بتاعه عيلتي.
فساكاموتو بيقول لها طب ما ترميه، انت هتعملي بيه ايه ادام هما قتلوكوا بسبب المفتاح؟ فبتقول له انسى، انا مش هرميه، ابويا وامي حرسوا المفتاح دوت وضحوا بحياتهم من اجله، انا لو ما حملتش المفتاح دوت يبقى ما فيش اي فايده من موت ابويا وامي، ولكن انا ما اقدرش اواجه العصابه دي لوحدي. ساكاموتو بيقول لها هما اتقتلوا، فبتقول له مالكش دعوه، انا اسفه اصلا ان انا سببت لكم المشاكل، علشان كده احنا لازم نفترق دلوقتي. وهما بيجروا كده ساعتها ساكاموتو بيوقف شين. ساكاموتو بيقول لها وانت تعرفي تعملي كحكه لحم الخنزير؟ فبتقول له ايوه، ابويا علمها لي قبل ما يموت وانا اللي بعملها بيكون طعمها ملوش حل. هنا شين فاهم ان ساكاموتو طالما هو ان قال لها عاوز الكلام دوت يبقى هو ناوي ساعتها. ساكاموتو بيقول لها شكلنا كده احنا مش هنرجع للسوبر ماركت دلوقتي علشان في مشاكل هنا لازم نحلها دلوقتي وهنساعدك، احنا اول لما نحل مشاكلك لازم تعملي لي فطيره لحم الخنزير، اعوذ بالله، هو دوت الاتفاق بتاعنا تمام؟ فبتقول لهم انتم مين بالظبط؟ انا مش فاهمه. وساعتها شين بيحس بحاجه كده، ايوه في حد بيهجم على ساكاموتو، الشخص دوت بيديله رجل حرفيا وبيطيروا في المبنى دوت. ايوه هم بيقدروا ان هم يلحقوا بيهم لما هم كانوا بيتكلموا، والاخوه دول بيكونوا اسمهم باتشولي وهم ما عندهمش اسلوب خاص، او بمعنى صح يعني مش بيمشوا عليه اسلوب في القتال، اسلوبهم الوحيد هو القتل وبس. هذا الاقرع بيقول احنا لازم نقتلهم بدون اي ذره ندم، واخوه التاني بيقول له اي مشاكل بتقف قدامنا احنا بنقتل على طول، وانتم وقفتم قدامنا ايها القرده، علشان كده انتوا لازم تموتوا. شين بيقول له هم مين الاشخاص دول اللي لازم يموتوا؟ فلو بتقول له خلي بالك دول قتله متسلسلين ما بيرحموش الهدف بتاعهم، طالما ان جات لهم مهمه لازم ينفذوها حتى لو واحد فيهم هيضطر رقبته ويموت. فهم بيقولوا احنا كده مشهورين واحنا كنا ما نعرفش، هو المفروض القتله المأجورين ما يكونوش معروفين بس احنا مشهورين، بس احنا كده حاسين بالعار علشان احنا كده ما قدرناش ان احنا نخفي الهويه بتاعتنا. ساعتها شين بينقض على الاول وبيهجم عليه وبيديله بالبنيه، ولكن دوت يا حبيب قلبي بيقول له انت غضبان علشان انا قتلت صاحبك؟ انت حاسس جدا بالندم؟ ما تقلقش انت هتحصله انت كمان. بيقول له يا ابني مين اللي مات؟ انت ما تعرفش السيد ساكاموتو كويس، انت مجرد هوا بالنسبه له. الاقرع بيكون خلاص هيخلص على شين وهيقتله، ولكن هنا يا صديقي ساكاموتو بيظهر في المكان وبيقول لها فطير الفاصوليا الحلوه هتكون احسن 100 مره من كعكه الخنزير، اعوذ بالله. طبعا ما بيفكرش غير في الاكل يا معلم، وبسبب دخول ساكاموتو الرايق دوت اللي بيسبب نار وحرايق في المبنى اللي هم واقفين فوقه، الكتله الخرسانيه بتاعته بتتكسر وبينزل له الدور التاني. ساكاموتو بيقول له كويس جدا ان احنا نزلنا كده مفيش حد هيشوفنا. الاخوه في الوقت دوت بداوا يحسوا ان الشخص دوت مش شخص عادي وان هو قوي جدا، والاقرع بيقول له الشخص دوت كمان ممكن كان يقتلني بالضربه ديت لولا ان جسدي صلب. بس بعد كده ابو الشعر بيقول له انت لازم تسلم لي المفتاح، فاهم ولا لا؟ يا اما نقتلكم انتوا الثلاثه. فهي بتقول له انسى المفتاح دوت، خلصوا عليا بس مش هديهولك، حتى الكلام ده لو هيكون على جثتي. فبيقول لها كويس جدا ان هي طلعت منك، انت لازم تموتي. وبعد كده ساكاموتو بيوقفها وهي كانت راح تهجم عليهم وبتقول له خلي بالك انا ما طلبتش منك المساعده، خليكم في حالكم وسيبوني في حالي، بس انا برضو مش هديهم المفتاح بتاع عيلتي دوت، الكنز اللي ابويا وامي ضحوا بحياتهم من اجله، علشان كده انا لازم احميه. ابو شعر بيهجم عليها ولكن ساكاموتو بيتصدى له، هو مصدوم وانت شفتي ازاي؟ بعد كده بيقول له ساكاموتو انت لازم تخليك في حالك وادينا البنت ديت بدل ما تموت يا صديقي. وبعد كده بيكمل كلامه ويقول له ما تتدخلش، فاهم انا ممكن اقتلك. ساكاموتو بيقول له انت اخرك بق، ما تقدرش تقتل حد، يلا اقتلني لو تقدر، يلا تعال انت اخرك كلام ايوه التافه. الاتنين ساعتها بيطلعوا الاسلحه بتاعتهم وبيقولوا له خلاص تمام كده احنا هنقتلك دلوقتي، وبيفضلوا يهجموا عليه بالسيوف، يلا سعيد عشان تموت يا ساكاموتو. لكن ساكاموتو بيقدر انه يتفادى كل هجماتهم وهو ما زال واقف مكانه. القاتل الاقرع مصدوم، الاتنين مصدومين، هو ازاي قدر انه يتفادى كل هجماتنا؟ ده ما فيش حد بيقدر انه يتفادى اي هجمه من هجماتنا، وازاي يقدر ان هو يتحرك بالسرعه ديت مع انه جسمه مليان وعامل زي البرميل دوت؟ مرعب فعلا. وبيقول لاخويا يلا استعد علشان نستخدم الحركه بتاعتنا السحريه اللي ما فيش حد عمره نجا منها. ولكن ساكاموتو بيمسك حله وطاسه وبيروح يجمع الاول بالحله بيخليه يجيب دم، التاني بيتعصب وبيروح يجمع عليه ولكن بيتصدى له بالطاسه يا معلم، هو بيكون مصدوم، السلاح بتاعي المفروض ما يكون صلب وما يتكسرش ابدا، هو ازاي قدر انه يكسره وكمان كسره بمجرد طاسه؟ ساعتها ساكاموتو بيتعور في صبعه وشين بيروح يعالجه. ساكاموتو بيقول له انا بقالي كتير جدا ما حسيتش
الشعور دوت، بس لو مراتي عرفت انا هتطلق منها طبعا. الجبان بيقول انا زهقت من الاتنين دول، علشان كده انا هتخلص منك انت يا لو. وبيروح يهجم وبيكون خلاص على وشك انه يخلص على لو، ولكن شين بيظهر من وراه وبيلف الحبل دوت على رقبته، بيقول له كفايه كده بقى، وبيشيله وبيهبده في الارض. وساكوموتو بيكمل على بالرف دوت. فلو بتقول لهم انتوا مين بالظبط؟ احنا مجرد عمال شغالين في سوبر ماركت كده. فهي بتضحك وتقول لهم انتم الاتنين. بعد كده تاني بنرجع للزعيم وانجي اللي بيتكلم مع اللي موجودين وبيقول لهم الاخوه دلوقتي راحوا يجيبوا المفتاح من البنت، وانا دلوقتي واقف قدام الخزانه بتاعتها. انا كنت مستني اللحظه ديت بفارغ الصبر، واخيرا هيتحقق الحلم بتاعي واسيطر على السوق السودا بالكامل. ولكن فجاه بنلاقي الاتنين داخلين عليه وهم متكتفين، واللي عملوا كده اكيد طبعا شين. وساكوموتو بيكون مصدوم، ولكن هي بتقول له ما تتصدمش يا حبيبي، هو ما تتكلمش ولا كلمه. بيترعب منها وبيقول لها انا اسف، مش هعمل كده مره تانيه، ارجوكي ما تقتلنيش. فبتقول له الاعتذار ده مش هيرجع ابويا وامي تاني، انت دلوقتي هتكفر عن ذنوبك وهتروح للجحيم. وبالفعل بتعمل من وشه بطاطس. ساكوموتو بقى اللي هو بيتخيل انه بيقتل شين، فبيقول له طب انت ايه اللي بيخليك تقتلني؟ انا مش فاهم ايه اللي بيخليك تفكر انك بتقتلني. لو بتبص على الثلاثه وهم متكتفين وبتقول كده كفايه، انا لو قتلتهم كده كده مفيش اي حاجه هتتغير، علشان كده انا عفو عنه. انا ابويا علمني ان انا اعيش حياه سعيده وما اسعاش ابدا ورا الانتقام. ساعتها بتروح عند البوابه ديت. شين بيقول لها انت رايح على فين بالصينيه؟ بتقول له اخرس ما تنادينيش بالصينيه، انا اسمي لو، وانا دلوقتي معايا المفتاح وهفتح دلوقتي الخزنه بتاعت ابويا وعيلتي. وبتفتح الخزنه، والغريب يا صديقي ان هما اللي بيخشوا قبلها. هي بتتسحب من وسطهم كده، وبنعرف يا صديقي ان الخزانه ديت مليانه بالذهب والياقوت مرجان وكل خيرات ربك وكل اللي نفسك فيه، وكمان فيها سيوف نادره جدا. شين بيروح يمسك كتاب وبيبدا يقرا في الكتاب ده، وبيعرف ان الكتاب دوت كنز رقم 1. وبنعرف ان الخزنه دي كانت لعيله لو، وكله كان بيحوش فيها، علشان كده زي ما انتم شايفين مليانه بالذهب والياقوت. ساكوموتو بتكون ازاي يا اسطى بشويه حاجات كده، بيقول لك دول خاصين بيا، ولكن هي بتسيبهم مع بعض وبتروح عند الازازه ديت وبتقول لهم هي دي الساكي اللي ابويا سابها لي، او لما عمري يكون مناسب انا اشرب منها. وبتبدا تعيط له وبتقول لهم على فكره الساكي دوت ألذ ساكي في العالم، انا اول لما اوصل للسن القانوني هصب لكم واخليكم تشربوا معايا. وبعد كده بتحط لهم تيكه لحم الخنزير اعوذ بالله اللي طلبها المعلم ساكوموتو. بيبدا ساكوموتو ياكل منها وبتقول لهم ايه رايكم، طعمها جامد اكيد. وتاني يوم في الحي الصيني الحكومه بتوصل عند المبنى اللي كان بيتقاتل عليه ساكوموتو، وبيبداوا ان هم يحققوا في تكسير البيت. بعد كده بنروح نشوف شين اللي بيكون قاعد كده ولا شغله ولا مشغله. ساكوموتو بيخش عليه بيقول له انا مصدع جدا، فبيقول له تعالى مكاني هنا، وبيجيب له عصير علشان يشربه. وساعتها لو بتخش عليهم وهي لابسه لبس المحل. شين بيقول لها انت اللي جابك هنا؟ تقول له ساكوموتو قال لي تعالي اشتغلي معانا. شين بيقول له ساكوموتو هو فعلا انت هتخليها تشتغل معانا هنا ولا ايه؟ بيقول له انت عندك مانع؟ فبيقول له لا ما عنديش اي مانع. بعد كده شين بيقول له اه صح، انا عاوز اعرف منك حاجه يا ساكوموتو، انت ليه ما بتخليناش نقتل المجرمين على الرغم ان هم بيهجموا عليك وفي نيتهم ان هم يقتلوك؟ فبيقول له خلي بالك ان ده قانون عيلتي، لو انت عايز تعرف القوانين بتاعت عيلتي خد الكتاب ده واقراه. بياخد الكتاب شين وبيفضل يقرا فيه وبيعرف ان القانون بتاع ساكوموتو ان مفيش حاجه اسمها قتل. قال له طب يا ساكوموتو انا لو قتلت بالغلط؟ قال له انا كمان هقتلك. قال له بجد هتقتلني؟ فبيقول له اه ما عنديش اي مانع ان انا اقتلك. بعد كده بنروح بقى لمجموعه من الناس دول اللي بيقولوا على ساكوموتو وشين انتم اللي الدور جاي عليكم، وشكلها بعد كده هتولع نار في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، اعمل لايك للفيديو ده واستنوا الجزء القادم من ساكوموتو. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.